اياب بين الاهلي ونادي الترجي بعد في اياب نصف النهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا كلنا عارفين ان لقاء الذهاب انتهى الحمد لله بفوز النادي الاهلي 3-0 في رادس الحمد لله. طبعا النادي الاهلي ما تاهلش بالمناسبه، يعني انا ما بعترفش بالكلام ده. يعني النادي الاهلي هزم الترجي ب 3-0 والنتيجه تقيله انا ما بعترفش بالكلام ده. انا بالنسبه لي الشوط الاولاني خلص في رادس، في شوط تاني. الشوط التاني ربنا يكرم النادي الاهلي فيه بكره ان شاء الله ويخلصوا ويوصل النهائي، وبعد كده نفكر مين هنلاعب فين في النهائي ان شاء الله. فاتمنى ان اللعيبه ان شاء الله تركز، اتمنى ان اللعيبه ما تستهترش، اتمنى ان اللعيبه الكوره فيها كل حاجه، الكوره فيها كل حاجه. قصه ان انت تقول انا كسبت والكلام ده كله، الكلام ده كله انا ما بقتنعش بيه. انا اللي بقتنع بيه ان انت تنزل وما تستهترش، الاستهتار اخرته وحشه. فربنا يكرم ان شاء الله والنادي لعيبه النادي الاهلي تركز. وكولر قال كده في المؤتمر الصحفي، قال ان هو هيلعب بالفول تيم بتاعه، والقصه كلها هتبقى في هيبقى لازم يلعب بتركيز، وان الشوط الاولاني خلص. هو كولر شايف كده ومركز في كده ان شاء الله. طبعا كلنا عارفين ان محمد الشناوي مش هيلعب، عنده جاب في السمانه، فربنا يتم شفاعه على خير ان شاء الله، واتمنى التوفيق لعلي لطفي ان شاء الله. ميديا الايام اللي فاتت دي بعد انتهاء ماتش سان داونز، بعد انتهاء ماتش الوداد وسان داونز في مركب محمد الخامس بالتعادل السلبي، السوشيال ميديا كلها كانوا عاملين يتكلموا النهائي خلاص ما بين النادي الاهلي وما بين سان داونز، ما بين الاهلي وما بين سان داونز. الاهلي هيعمل ايه مع سان داونز؟ سان داونز هتعمل ايه مع النادي الاهلي؟ لا الاهلي اتاهل ولا سان داونز اتاهلت. سان داونز قدامها ماتش صعب يوم السبت، وهم متعادلين 0-0 طبعا في مركب محمد الخامس. القصه لسه في ما بينهم ماتش، وفي كل الاحتمالات كلها وارده. طبعا ما اقدرش انكره، سان داونز اقوى فرقه في البطوله، من اقوى الفرق في افريقيا كلها كمان، واحسن فرقه بتلعب كوره كمان. يعني ده الكلام ده كله الواحد ما يقدرش يزايد عليه ولا يقول اي كلام غير كده، لان دي حقيقه ولازم نقر بيها. سان داونز لسه ما كسبش، لما يكسب ويعدي، والاهلي لما يعدي نفكر بعد كده نقول الاهلي وسان داونز هيعملوا ايه والدنيا هتبقى ماشيه ازاي. فان شاء الله نخلينا بس نمشي الدنيا واحده واحده كده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي ان شاء الله. بالنسبه للسان داونز، سان داونز اتغير عن السنين اللي فاتت. لو كنت حضراتكم شفتوا ماتش سان داونز والوداد في مركب محمد الخامس، هتشوفوا ان سان داونز ما بقاش زي زمان، بقى يتعلم لعب اللي هو لعب الكلاحه، اضيع وقت، اقع على الارض، اخش خشن. لولا ان الحكم كان كويس ما كانش اتطرد من عندهم اللعيبه، ما كانش اتطرد من عندهم اللاعبين اللي هم اتطردوا. لكن كل ده هو ده اللي انا اقدر اتكلم فيه، ان سان داونز اتغير، سان داونز عينه على البطوله. فنركز ان شاء الله، وبعد كده لما نشوف مين الطرفين النهائي نتكلم بعد كده. بالنسبه بقى لتشكيل النادي الاهلي ان شاء الله، الماتش بكره ان شاء الله بتاع الترجي ان شاء الله، اتوقع طبعا كلنا عارفين ان الشناوي مش لاعب، فطبعا ان شاء الله علي لطفي اللي هيلعب، محمد هاني وهيبقى معلول ان شاء الله، وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. خط النص ما اعتقدش انه هيغير الثلاثي اللي هو بيلعب بيه، جايز ممكن يلعب السوليه مثلا ويريح حد منهم، يعني ممكن يريح حمدي فتحي يلعب السوليه، جايز القصه دي يعني بين الثلاثه، جايز يريح واحد فيهم، ده من ضمن الشخص. يعني هيلعب بديانج وهيلعب بمروان، والمفروض بقى حمدي فتحي. فالقصه ما بين ديانج وما بين حمدي فتحي، ممكن واحد فيهم يركن للسوليه يلعب، ده توقعنا الشخصي يعني. وهيلاعب بيرسيتاو، وهيلاعب حسين الشحات وممكن يبدا بمحمد شريف، ممكن يبدا بمحمد شريف. ده كل ده ايه يعني، دي توقعاتنا الشخصيه يعني، ولكن هنشوف هل هو هيلعب بنفس التشكيل اللي لعب ماتش الذهاب. فكل ده ربنا يكرم ان شاء الله، نوفق النادي الاهلي ان شاء الله ويكون التوفيق حليف.